المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، والمكتوب مفيش منه هروب. ده كلام جدي كنت دايما بسمعه منه قبل ما يموت. معرفش افتكرته ليه دلوقتي. افتكرته وانا واقف قدام سرير عليه بنت في العشرينات، اهلها بيقولوا ان هي لسه يا دوب عروسه. نظرتها ليا كانت كلها كره وحقد، غضب، كل شويه عايزه تقوم تهجم عليا. لولا ان احنا محتفال جبت ميه وقريت عليها قرآن وشربتها منها غصب عنها، واول ما شربت رجعت حاجه زي الدم بس لونها كان اسود. قربت منها اشوف حصل لها ايه، بس شفت اللي ما توقعتش اني اشوفه. انا الشيخ سعدون المحمدي، عايش على حدود السودان، ابويا مصري وامي سودانيه. وبيني وبينكم لقب الشيخ ده الناس هم اللي قالوا عليا، مع ان لقب الشيخ ده بيتقال على الشيخ اللي حافظ القرآن وبيعالج بيه، لكن انا بعالج بالقرآن لكن احيانا بعالج بالسحر وبالجن وبالشعوذه. يعني تقدروا تقولوا عليا سيد. انا جاي احكي حكايتي عشان خلاص بيني وبين الموت ساعات. انا دلوقتي موجود في الكهف وبواجه مصيري اللي انا اخترته بايدي، واللي ساعدني في كل اللي انا عملته روح الشيطان اللي انا حضرتها بايدي. اللي جاي كان اسوأ حاجه هتسمعوها. كنت عيل يا دوب عندي 13 سنه، وكنت بلعب مع العيال في الحاره، وكانت حياتي حلوه قوي وجميله. بس الجمال ده كله كان بينتهي اول ما برجع البيت، وخصوصا اول ما اشوف ابويا وهو نازل من كهف الجبل. واول ما يشوفني كان يقول لي: ايه يا خلفه الهباب، انت بتبصلي كده ليه؟ غور على اوضتك، انا لا طايق اشوفك ولا اشوف امك البومه دي. من يوم ما اتجوزتها والعيشه بقت زفت، وجت زودتها بخلفتك الهباب. الكلام ده كله كان بيتعب نفسيتي جدا، وكنت دايما بسأل نفسي: هو في أب بيكره ابنه كده؟ ولما كنت بسأل أمي: هو بيعاملنا كده ليه يا أمي؟ كانت تقول لي: مسيرك بكرة تفهم. لغاية ما اتعودت على الجملة دي من وأنا صغير، لحد ما في يوم قررت إن أنا أمشي ورا أبويا وأطلع وراه كهف الجبل. أنا كنت عارف إن هو بيكسر حجارة، شغال في محجر يعني، لكن الغريبة بقى إنه محدش كان بيطلع وراه غيره هو لوحده. وفضلت ماشي وراه اليوم ده لغاية ما طلعت وشفت كل اللي بيحصل جوه الكهف. وهناك بقى شفت اللي محدش يتوقعه. شفته قاعد مع واحد شكله مش غريب عليا، لابس جلابية بيضة قصيرة وعلى دماغه عمة، وفي رقبته سبحة شكلها غريب قوي. قاعدين جوه دايرة وحواليهم شمع لونه اسود، والشمع كله منور، وكانوا عمالين يتهزوا لقدام ولورا ويقولوا كلام انا مش فاهم منه ولا كلمة، لغاية ما سمعت صوت تخين بيكلمهم وبيقول: أنا قلت اللي عندي يا محمد، العهد ده هيتم بدم ابنك. أنت سخرتني عشان الآثار اللي مدفونة جوه الكهف، لكن الثمن أنا اللي هحدده. رد عليه أبويا وهو بيترعش: بلاش ابني، اطلب مني أي حاجة إلا ابني، أنا مش هقدر، أنا ما عنديش غيره في الدنيا. أبويا اترفع فجأة من على الأرض، جسمه كله بيترعش وهو بيتخنق ومش قادر يتكلم وبيموت من الخوف. نزلت أجري لغاية ما وصلت البيت، صحيت أمي وأنا بعيط وحكيت لها كل اللي حصل. أمي قامت مفزوعة: لم هدومك، لم حاجتك كلها، لازم نمشي من البيت حالا، لازم نمشي. وأنا بلم حاجتي شفت كتاب لونه أسود مكتوب عليه روح الشيطان. أخدته من غير ما أمي تاخد بالها وحطيته واستحفت. لمينا الحاجة وقفلنا باب البيت وجرينا على محطة القطر، وركبنا القطر ورحنا عند خالتي كانت عايشة لوحدها، ابنها في الجيش، وفضلنا عايشين عندها. حفظت القرآن وبدأت أعالج الناس بالقرآن وبس. يعني فعلا ساعتها كان يتقال عليا شيخ. أمي قررت إن هي تحكي لي القصة من أول، وقالت لي: يا ابني لازم تعرف أصل الحكاية. زمان أبوك كان عمدة البلد، وسمع إن كهف الجبل في آثار مدفونة، وقرر إنه يطلع كهف الجبل وأخد أبوك معاه. لكن لما دوروا ما لقوش حاجة. نزل من كهف الجبل وكان عارف واحد اسمه عثمان معروف عنه انه دجال. راحوا له وسألوه، بس حذرهم وقال لهم: كهف الجبل ما فيهوش آثار، كهف الجبل في روح الشيطان محبوسة جوه. حذرهم واداهم كتاب اسمه روح الشيطان عشان يصدقوه. وفي يوم جدك صحي من النوم وقال انه شاف الشيطان في الحلم، وقال له إنه مستعد إن هو يساعده في الآثار اللي في كهف الجبل قصاد إنه يحرر روحه. يحرر روحه ازاي يا ابني؟ بالكلام اللي موجود في الكتاب. طلاسم معينة لازم تتقال بشكل معين عشان يحرروا روح الشيطان. جدك وابوك يا ابني فعلا حرروا روح الشيطان، بس من يومها والشيطان طلب روحك انت، طلبك تبقى تابع ليه، وقال عليك انك طفل مميز
معرفش ليه، وكان مصمم. وطبعا بعد ما ابوك مات انا قلت هتبقى صيدة سهلة ليه، وكان لازم اخدك ونمشي، كان لازم اخدك ونمشي. كلام امي كان شبه حكايات الف ليلة وليلة، وانا طبعا ما كنتش قلت لها ان الكتاب معايا، لحد ما في يوم حلمت بالكهف من جديد، ومن اليوم ده وحياتي كلها اتقلبت. شفت نفسي واقف في الكهف، حواليا شمع اسود كتير، وواقف قدامي شخص لابس بدلة شيك جدا، وقال لي هربت مننا زمان لكن احنا هنتقابل تاني، انا لسه عاوزك معايا، انت اللي هتكمل العهد يا سعد. عهد ايه؟ انا مش فاهم حاجة. عهد تحرير كامل لروحي، ابوك وجدك حرروا جزء من روحي ورجعوا في كلامهم. رجعت لورا بسرعة وأنا بستعيذ من الشيطان، وافتكرت كلام أمي وقلت هو ده روح الشيطان. ملامحه بدأت تتغير، عينه اتقلبت كلها بيضة، وشه كله بقى أسود، عظمه بدأ يبقى بارز، بقى شكله مخيف ومقرف، وبدأ يقول لي هتحرر الروح يا سعدون، يا اما هتموت. يا إما هتموت.